السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. تعالوا نجدد في السحور ونعمل لولادنا حاجة لطيفة وجميلة. كفاية كده فول وبيض وزبادي، وتعالوا نعمل لهم حاجة حلوة ببطاطاية كده وبالمبشرة. وتعالي معايا، بطاطاية متوسطة قشريها وهاتي المبشرة بتاعتك، وتعالي معايا ابشريها ونشوفي هتعملي ايه بيها. احلى واجمل سحور هتمتعي بيه اسرتك. في ثواني بالظبط في 3 دقايق هيكون خلصان ان شاء الله. هنا بشرت البطاطاية وبدأت أضيف كمية البيض اللي أنا عاوزاها. أنا ضفت هنا لكل واحد في أسرتي بيضة، يعني ضفت حوالي 5 كده بيضات. انتوا بقى هتضيفوا عدد البيض اللي تحبوه. بس هي البطاطاية المتوسطة بتبقى كويسة جدا مع ال5 بيضات. هتكتري بيض، هنزود حجم البطاطاية شوية. تمام. بعد ما بكسر البيض كده وتكون متأكدة طبعا البيض بتاعي فريش، وهحطه على البطاطس. لو مش متأكدة من البيض بتاعك اكسريه في طبق بره وبعد كده ضيفيه على البطاطس. بعد كده بحط بقى الملح، بحط تقريبا نص معلقة كده من الملح الناعم، ورشة كده من الفلفل الأسود، ورشة من البابريكا، وكمان ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر. دي كل الحاجات اللي احنا هنضيفها النهاردة للبطاطس بتاعتنا، او بيتزا البطاطس، او اومليت بطاطس بالخضار او بالبيض. يعني بص، انا مش عارفة اسمها ايه، هي طلعت كده افتكاسة بس بصراحة طعمها حلو قوي قوي. لو حابة تضيفي اكياس البهارات الجاهزة بتاعة البطاطس تقدري كمان تضيفيها، بتديني طعم حلو قوي. خلطت البطاطس مع البيض وضفت البهارات بتاعتي، حطيت طاسة كده على النار فيها معلقتين زيت، وتأكد ان هي سخنت معايا كويس جدا. هتقدري ممكن تستبدلي الزيت بزبدة او سمنة زي ما تحبي او المتوفر عندك. اهم حاجة تسمعي صوت الطشة كده والبيض يمسك معانا كده واحنا اول ما نحطه. بعد كده ببدأ اضيف بقى اي حاجة عندي في التلاجة اضيفها واحطها على وش البيض قبل ما يستوي معانا. انا هنا حطيت كده شرايح من اللانشون، وهحط كمان شوية من الفلفل الالوان. تقدري كمان تضيفي بقى زيتون مخلي، تقدري تضيفي بسطرمة، تقدري تضيفي لحمة مفرومة، قطع فراخ فايدة مثلا من الغدا. اي حاجة، ما تضيفيش اي حاجة خالص. حط شوية جبن على الوش بالشكل ده كده، وبعد كده بنهدي بقى النار ونغطي على الطاسة بتاعتنا ونسيبها تستوي شوية. بتاخد معايا حوالي بالظبط 3 دقايق، يعني من 3 ل5 دقايق. انا الكمية بتاعتي النهاردة 3 دقايق وانا مغطية عليها بالشكل ده، كان كافي جدا ان هي تستوي معايا وتبقى ممتازة. بعد ال3 دقايق دول دخلتها تحت الشواية في البوتاجاز، ودقيقتين 2 بس، وكانت طالعة معايا باللون التحفة ده. ريحتها كانت جميلة جدا وشكلها كمان حلو قوي قوي قوي. وجبة جميلة للسحور، تغيير، مغذية جدا، فيها كل العناصر الغذائية، البروتين والخضار والبطاطس، كلها حاجات مفيدة جدا. شوفوا نازلة معايا بسهولة جدا من الطاسة اهي، ولا لزقت ولا اي حاجة. شكلها حلو قوي، فرحت الولاد. اتمنى تجربوها واشوفكم خير في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.